لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. العمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. فأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك والتلبس به، والسنة لمريده أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته بدهن عود أو غيره. ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام، وهي للرجال إزار ورداء، وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب، غير ألا تتبرج بزينة ولا تنتقب ولا تلبس القفازين وتغطي وجهها عند الرجال غير المحارم. ثم يصلي صلاة الفريضة إن كان في وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء. فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والسنة للرجال رفع الصوت بالتلبية، وأما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية ولا غيرها من الذكر، لأن المطلوب في حقها التستر. فإذا وصل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى لدخوله وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم يتقدم إلى البيت متجها نحو الحجر الأسود ليبتدئ الطواف. والسنة للرجل في هذا الطواف أن يطبع في جميع طوافه ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى منه دون الأربعة الباقية. فأما الاطباع فهو أن يبرز كتفه الأيمن فيجعل وسط ردائه تحت إبطه وطرفيه على كتفيه الأيسر. وأما الرمل فهو إسراع المشي مع مقاربة الخطى. والطواف 7 أشواط يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي به، ولا يصح الطواف من داخل الحجر. فيستلم الحجر الأسود بيده اليمنى ويقبله إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر له التقبيل استلمه بيده وقبلها، فإن لم يتيسر له استلامه بيده فلا يزاحم، ويكفي أن يشير إليه بيده ولو من بعيد. فإذا وصل الركن اليماني استلمه إن تيسر له بدون تقبيل، فإن لم يتيسر له فلا يزاحم. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما مر بالحجر الأسود فعل ما سبق وكبر، ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة، فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فإذا أتم 7 أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين خلفه قريبا منه إن تيسر، وإلا فبعيدا. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. ثم يخرج إلى المسعى ليسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يرفع على الصفا حتى يرى الكعبة،
فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يكرر ذلك 3 مرات ويدعو بينها. ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا حتى يصل إلى العمود الأخضر، فإذا وصله أسرع إسراعا شديدا بقدر ما يستطيع إن تيسر له بلا أذية، حتى يصل العمود الأخضر الثاني، ثم يمشي على عادته حتى يصل إلى المروة، فيرقى عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا. ثم ينزل من المروة إلى الصفا ويقول في بقية سعيه ما أحب من ذكر وقراءة ودعاء. فإذا أتم سعيه حلق رأسه إن كان رجلا أو قصره، وأما المرأة فتقصر من كل قرن أنملة. وبهذه الأعمال تمت عمرته وحل منها حلا كاملا يبيح له جميع محظورات الإحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك